في عيد الكاريكاتير الثاني. معانا فنانة تشكيلية سارة فنانة تشكيلية، هي برضه أستاذة فن الكاريكاتير أو فن علم الكاريكاتير زي ما أنا سميته وقلت عليه. سارة النهارده حولت الرسم الكاريكاتير إلى كاريكاتير حقيقي، إلى كاريكاتير مجسم، إلى عروسة الزمن الجميل، العروسة اللي كنا زمان في البيت بيفصلوها لنا الأم أو الأخت الكبيرة كانت بتفصلها وتديها لنا وتعملها لنا، وكان فيهم كمان حاجات بنحط فيها إبر وشكا عشان تبقى في عين فلان وإيد فلان ورجل فلان. النهارده الفنانة سارة حولت الكاريكاتير لحاجة جميلة جدا يعني عاوز أقول إيه؟ العرايس دي يا جماعة دي بند كبير جدا جدا ومهم جدا جدا ولازم نهتم بيه قوي قوي قوي. تعالوا بقى نبص الأول على ملامح العروسة اللي هي بنت البلد، اللي هي تبقى مرات هذا الرجل اللي هو ده مين بقى في الشخصيات اللي حضرتك رسمها؟ العمدة. ودي مرات العمدة. شوفوا بقى، خدوا بالكم، سارة ما نسيتش تفصيليات سارة، الضفاير اللي كانت بتعملها مرات العمدة، وبعدين هنا الحلقان الكبيرة فعلا، وبعدين المناديل ام قوية ازاي هنا جميلتها، الطرحة والملاية اللاف كانت من الملس، الشبشب الاحمر ما نسيتوش. يعني هنا في عندي اكيد، وهنا الجلاليب او الفستان اللي كانت بتلبسه مرات العمدة الاحمر والخدود والعيون المصرية الطبيعية. نتنقل للعمدة لابس اللي هو احنا بنسميه ايه اللي هو ده؟ العباية، وبعدين الجلابية، وبعدين السديري اللي ابو زراير، وبعدين القطان اللي انت عملتيه حلو قوي، اللي هو اللاسة دي اللي هو بيلفها على دماغه، العمة، وبعدين العمة هنا، وبعدين عملتي له شنبات وعملتي له عيونه. لا 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 مش ممكن. ولابس اللي هو الشبشب بتاعه او بيسموه الخوف، حلو قوي قوي قوي. هنا اديتيني العلاقه ما بينهم، شغل جميل جدا. يعني اتمنى ان هذه العرايس تخرج للنور، انه يكون في حد من رجال الاعمال ويتعمل منها بنفس الاسلوب ماس برودكشن وتتوزع، لان احنا مش اقل من باربي واقل من الحاجات دي، لازم يا جماعه وتتعمل، لان دي بترجعنا للي كان زمان، اللي ما عندوش لعبه كنا بنعملها له، وكانت بتتعمل لنا كده واحنا صغيرين. هو ده الزمن الجميل. ولو قلنا ده الجميل مصطفى الشيخ حطت النضاره لما بيحطها، وطريقته وقعدته واللون قميصه اللي بيحبه. وبعدين هنا دي مين دي بقى؟ الموناليزا المصرية. حتى اختيارك للفستان يا سارة ده حلو قوي، حلو جميل جدا جدا. اديتيها بساطة واديتيها التاج والقعدة وقعدتيها على كرسي كمان جميل جدا. وبعدين هنا نتنقل هنا لابراهيم البريدي، البسكويتة بتاعتنا او الشغلة الجميلة اللي انا ساعات والله يعني بشوفه من كتر ما بيلف وبيتعب بقعد جنبه على الرصيف في الشارع، لانه شخصيه جميله قوي جدا، فن القصايص واستاذ فن القصايص. وبعدين عندنا مين ده بقى؟ دكتور حسن فداوي. كنا في الجمعيه المصريه وقابلته لاول مره وطلب مني اعمل العروسه. حسن فداوي عملتيها له وشيلتي له الحاجه اللي بتاعته، حتى الاكليسير، اخلاصك في الشغل، اخلاصك في اللمسه، اخلاصك في الملابس اللي عملتيها والحاجات دي كلها. اتمنى ان انت تعملي فن العرايس، ويكون فن القماش ده، ومش مهم ان انا اخليها زي المارونيت تتحرك، ده انا اطلعها واتكلم عليها شخصيه، اعمل شباك بضرفتين وابص منه للولاد الصغيرين واحكي لهم على وتاريخ مصر وتاريخ بلادك وبلادي، تاريخ الزمن اللي عشنا فيه، تاريخ زمن العمالقه فن الكاريكاتير، تاريخ فن يعني احنا بنعيشه. الفنان التشكيلي عادل بنيامين، أكاديمية الفنون الجميلة ليوناردو فينشي، روما كايرو، من جيل الرواد كاتب وناقد فني.
اتمنى انك تكملي وتستمري، واتمنى النوبه الجايه يزيد منهم واحد كده. اكيد، ده يعني شرف إن شاء ليا الله والله. انت فنانه مبدعه. متشكرة. المهم الاستمرار. انزلي هاتي بالكيلو قصاقيس، وهاتي قطن او هاتي فايبر وفايبر بتاعك، وهاتي الحاجات دي كلها واشتغلي، لانك بتشتغلي من قلبك، بتشتغلي وثائقي وتاريخ، بتشتغلي وثائقي وتاريخ. شوفي الشغل هنا، التفصيليات، عاوز نقرب بالزوم. التفصيليات هنا ايه ازاي جميله هنا قوي 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 قوي. اديتيني حاجات كتيره، حتى اللفه ما نسيتيهاش. حلو، كملي متشكرة، واستمري. متشكرة شغل لحضرتك، حلو. ده شرف ليا والله كلام حضرتك دوت. ميرسي. متشكرة. ميرسي. هتصورينا بقى.